يعني احنا بنعزم من هي مائده الرحمن جت ازاي؟ مائده الرحمن. مائده الرحمن جت ازاي؟ هو في موائد رحمن السنه دي ولا مفيش بالمناسبه؟ مش عارفه موضوع لا السنة دي يعني ربنا. بيتهيألي شفت بس عدد قليل يعني لسه ما شفتش، بس يعني هي عاده لن تنقطع باذن الله الى يوم الساعه ان شاء الله. فكره مائده الرحمن بدات في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. اول مائده رحمن كانت سنه 7 هجريه، لما جه وفد من الطائف للرسول عليه الصلاه والسلام في سنه 7 هجريه، وساعتها امر الرسول بمد الصناط او مد موائد للطعام لاطعام جميع المغتربين او جميع المجموعه اللي جت من الطائف. واستمر الموضوع ده لحد عهد الفاروق عمر. عمل حاجه اسمها دار الضيافه، وكان بيستضيف فيها عابري السبيل واي حد فقير لاطعامهم في شهر رمضان. لكن المائده الرمضانيه بالشكل المصري دي كانت مصريه اصيله. بدات في مصر في العصر الطولوني، في عصر احمد بن طولون. احمد بن طولون كان احد الولاة العباسيين اللي جه مصر، وحاول الانفصال بحكم مصر، وحاول يعني برضو انه ياخد الشعب المصري لصفه، يعني عشان ما يتغيرش او عشان ما يجيش حد غيره او كده. فمن ضمن الحاجات اللي عملها انه في اول رمضان جمع جميع كبار رجال الدوله، الامراء وقواد الجيش وكبار التجار، وعمل لهم مائده عظيمه جدا في القصر بتاعه فيها كل ما لذ وطاب من اشكال الطعام. وبعد ما انتهى من الاكل وقف وخطب فيهم خطبه وقال لهم انا اعلم انكم مش محتاجين الاكل ده، وان يمكن عندكم في قصوركم في بيوتكم اكل احسن منه، ولكن انا اسن لكم سنه، انا بعمل لكم عاده، بطلب منكم ان كل واحد فيكم من كبار رجال الدوله ومن كبار التجار ومن الاغنياء والاثرياء انه يعمل مثل ما عملت لكل اهل مصر. وبدأ أحمد بن طولون نفسه يفتح القصر عنده لإطعام المساكين وإطعام الفقراء، مش بس في رمضان، ده كان بيخصص أيام معينة من السنة وأيام معينة من الشهر للإطعام. وبدأت عادة موائد الرحمن عند الأغنياء في مصر، ومن بعدها العادة دي بقى فضلت مستمرة لحد ما جينا للعصر المملوكي. المماليك الحقيقه هم مش من اصل مصري، يعني هم مجموعه من الجلبان جت من اواسط اسيا، وبيتجابوا هم صغيرين في السن وبيتربوا في قلاع مخصصه ليهم بحيث ان هم يتعلموا الفروسيه وهكذا. فلما بيوصلوا للحكم بيبقى عندهم هدف رئيسي، ان هو يوطد حكمه ويخلي اسمه مستمر ودائم بعد كده، وبرضه يبقى عنده اكبر عدد ممكن من الانصار، لان احنا عارفين ان العصر المملوكي كان عصر مشاحنات وحروب وحاجات زي كده. فبرضه اهتم جدا امراء المماليك بالموضوع ده. قبلهم كان في العصر الفاطمي الخليفه العزيز ابن المعز بقى. الخليفه العزيز عمل دار اسمها دار الفطره. دار الفطره دي كانوا بيعدوا فيها الطعام طول شهر رمضان، وكان بيتعمل فيها الطعام بكميات رهيبه جدا، لدرجه انه بيقال يعني انه كان بيخرج يوميا منها 1000 قدر. وكان بيجلس الخليفه نفسه في قاعه اسمها قاعه القدر ده اللي هو الاذان الكبير اللي فيه الطعام، اناء طعام كبير. وكان الخليفه نفسه بيجلس في قاعه اسمها قاعه الذهب موجوده في القصر الشرقي الكبير هو وكبار رجال الدوله، وبيتفتح باب الديلم اللي هو المنطقه دلوقتي اللي عند مسجد سيدنا الحسين كده. ده احد ابواب القصر، وبيدخل الناس لدار الفطره اللي الاكل بيجي لها على طول من المطبخ السلطاني، يعني نفس الطعام بتاع السلطان بيخرج للشعب المصري. وكانت دار الفطره دي نفسها هي نفس المكان اللي بتصنع منه الكحك بتاع العيد. من قبل رمضان كمان بيفضلوا يصنعوا في الكحك العيد لحد بعد رمضان يجي العيد يبداوا يوزعوا الكحك من دار الفطره دي.